الكامل اكتفى فيه بالدفاع، لكن الترجي ما زال يهاجم، الترجي ما زال يهاجم. الله، باب سويقة حيث الترجي نبض، وحيث للأصفر والأحمر حكاية لا تشيخ، حكاية لا تشيخ. فريق باب سويقة يتقدم بالكلاسيكو. الترجي أولا مشاهدينا الكرام في هذا التوقيت في لقطة تتحرك فيها مدرجات رادس، مدرجات رادس تهتز الآن في هذا التوقيت بهدف جاء بعد ضغط طويل وضغط طوال. كل اللحظات كل اللحظات كل اللحظات الماضية مين اللي سجل؟ خلينا أقول لك مين اللي سجل. هذا اللي سجل واللي حط كرة في ذلك المكان طبعا وفي الزاوية البعيدة والبعيدة جدا، ونجح في أن يضع الترجي في المقدمة 1-0 1-0. هكذا تأتي البداية للكلاسيكو مشاهدينا الكرام، هكذا تأتي 1-0 التقدم من خلال هذا اللقاء، والفرحة كبيرة طبعا الآن في 1-1. هل يعود النجم؟ سنشاهد الآن اللقطة الأكثر إثارة في بداية الشوط الثاني. الله، النجم لا يموت في الكلاسيكو، النجم لا يموت في الكلاسيكو. يعود ويشعل رادس، يعود ويشعل رادس أجواء الكلاسيكو. هكذا تأتي، هكذا تأتي في شوط المباراة الثاني. تقدم أشرف وعاد الإتوال من جديد إلى واجهة الكلاسيكو. 1-1 مشاهدينا الكرام في ركلة جزاء، هي الثانية في هذا اللقاء. الأولى كانت للبلايلي لكنه أضاعها أشرف، لم تستطيع الدقة في التمرير. الكثير من التمريرات الخاطئة. هذه كرة، الله، النجمة عادت لتتلألأ من جديد، النجمة عادت لتضيء سماء الملاعب التونسية من جديد. أسامة عبيد، أسامة عبيد يضيف الهدف الثاني للإتوال. الله يا أسامة عبيد على الكنترول، وقبل ذلك التمريرة من أشرف الذي مرر كرة بهذه الطريقة الجميلة والكنترول. وأسامة عبيد يشعل الكلاسيكو التونسي بهدف ثاني. كنترول ولا أجمل، كنترول ولا أروع، والنهاية كان لابد أن تكون بهذه الصورة. 2-1 للإتوال، كانت 1-0 للترجي. الإتوال من أن ينتصر، لكن نبقى مع هذه الكرة للأمام. يا لها من فرصة، يا لها من لقطة، يا لها من عودة، يا لها من عودة، يا لها من عودة. فريق الدم والذهب مرة أخرى عاد للقاء. 2-2. الترجي يعود، الترجي يعدل النتيجة. معز الحاج عليم هو الذي يعيد الترجي من جديد من كرة شبه ميتة، شبه منتهية، لكن بالرغبة والإصرار وبالعزيمة ينجح في هذا التوقيت معز الحاج علي أن يسجل هدف التعادل. 2-2 في غاد الكلاسيكو التونسي الكبير. عاد مرة أخرى الترجي من جديد عن طريق معز الحاج علي البديل. 4 أهداف في هذا اللقاء. بداية تليق بالكبيرين، بداية تليق بكرة القدم التونسية. في شوط المباراة الثاني مرور وانطلاق الآن وتمرير الأمام، لكن الكرة تعود لحارس المرمى. الخطأ ممنوع، الخطأ ممنوع، الخطأ ممنوع من قلب الكلاسيكو. شيخ الأندية يقول
كلمته من قلب الكلاسيكو. شيخ الأندية الترجي يقول كلمته في خطأ فادح من حارس المرمى. صبري بن حسن يخطئ خطأ فادح في آخر 10 دقائق. معز الحاج علي يتألق يتوهج البديل بهدف ثالث هذه الإعادة لهذه الكرة. كنت أقرب يا صبري، الخطأ مرفوض أمام معز الحاج علي أمام الترجي. الهدف الثالث يأتي، الهدف الثالث يسجل. 3-2. أخطأ في هذا التوقيت، أخطأ.